اهلا بيكم في مطبخ ليليان وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض سابليه او بسكوت البابلز. ده من اسهل الحلويات او البسكوتات اللي انتم ممكن تعملوها. مكوناته بسيطة جدا ومش محتاج اي ادوات علشان نشكله. هما 4 مكونات بس هنحتاج 2.5 كوب من دقيق جميع الأغراض. أنا بستخدم الكوب المعياري، و3/4 كوباية من السكر الباودر، كوباية من الزبدة اللي هي 2 ستيكس أو يعني 2 من الستيكس بتاعت الزبدة، ومعانا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا هنحتاج فانيليا للبيضة. في العجان بتاعنا هنحط الزبدة، وطبعا الزبدة بتكون بدرجة حرارة الغرفة، وهنحط عليها السكر الباودر ولازم ننخله كويس. ممكن كمان تستخدموا المضرب الكهرباء، وهنقلبهم كويس لغاية ما تتحول لكريمة لونها فاتح كده زي كريمة الزبدة بالظبط. في الوقت ده هنحط البيضة ومعاها الفانيليا، وهنقلب لغاية ما البيضة بتاعتنا تختفي خالص ويرجع الخليط كريمي زي الأول. في الوقت ده هننزل كل الدقيق بتاعنا مرة واحدة، وهنقلب لغاية ما الدقيق بتاعنا يختفي خالص ونوقف على طول. العجينة المفروض تكون طرية جدا، بس في نفس الوقت لما نيجي نكورها كده ونشكلها ما بتلزقش في ايدينا كده، العجينة مظبوطة. هنجهز الصواني بتاعتنا ونبتدي نعمل كور صغيرة كده أكبر من حجم البندقة بشوية، ونعمل 3 كور قد بعض ونضغط عليهم ضغطة بسيطة كده علشان يلزقوا. هما كده كده في الفرن وهما بيستووا هيلزقوا في بعض. ونكمل تشكيل العجينة كلها زي ما انتوا شايفين، مش محتاجين أي أدوات علشان نشكلها. ونسخن الفرن على درجة حرارة 180. المفروض هتقعد من 22 دقيقة ل 25 دقيقة عشان تاخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. اول ما البسكوت بتاعنا يبرد خالص نكون سيحنا شوكولاته، وانا بحط على الشوكولاته معلقه او معلقتين من الزيت حسب كميه الشوكولاته بتاعتكم علشان تخفف القوام بتاعها شويه، وكمان بتديها لمعه حلوه. ونبتدي نغطس البسكوتات بتاعتنا كلها كده بشوكه ونطلعها ونحطها على صينيه عليها بلاستيك، وندخلها التلاجة شويه قبل ما نحط عليها السترايبس. زي ما انتوا شايفين هي كده جمدت. دي واحدة كانت اتفكت عملناها برضو بالشوكولاتة، وبعد كده بشوية شوكولاتة من نفس اللي احنا سيحناها نعمل كده سترايبس فوقيها علشان تديها شكل ظريف. زي ما انتوا شايفين شكله اكنه حاجة جاهزة اشتريناها من بره، ومخدش مننا اي وقت ولا مجهود ولا ادوات، بسيط جدا في المكونات وفي طريقة التحضير. جربوا تعملوه مع اولادكم وقولولي رأيكم. لو عجبكم فيديو النهاردة اعملولي لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية، وكل سنة وانتوا طيبين. Thank you.